باش نعطيها لكم من التالي، لو كان واحد جاني قبل شهرين من قبل ويقول لي بلي ريال مدريد الوقت الحالي راح يولي كيما هاك مش راح نامن، هذه احد افضل المباريات اللي شفتها لريال مدريد في الليغا، مش من ناحيه الاداء واللاعبين، لا من ناحيه تسيير المباراه واعطاء الفرصه للاعبين تاع كاستيا. ريال مدريد اليوم كمل الماتش مع إلتشي في الميط الاول، ومن بعد هذا التغيير من اربيلو باعطاء الفرصه للاعبين تاع كاستيا، وهذه باينه باش تريح العناصر الاساسيه للماتش تاع مباراه مانشستر سيتي، وهذه خطوه كبيره تتحسب لاربيلو بيسك اداره المباراه كانت مثاليه. وباش نزيدها لكم، اربيلو ما طاحش الفخ اللي ما يطيحوا فيه اغلب المدربين، لعب المباريات بجديه كامله وحسمها على ارض الميدان، يعني ضمن النتيجه في الشوط الاول، ومن بعد عطى الفرصه للعناصر تاع كاستيا باش يضمن العناصر الاساسيه للاستحقاقات القادمه. هذا هو الفرق بين مدرب يغامر بالحسابات ومدرب يعطي لكل مباراه القيمه تاعها، وهذه هي شفنا ريال مدريد استقبل اللعب في الشوط الاول وتجنب الدخول في الالتحامات مع اللاعبين تاع إلتشي، وضربهم بالمرتدات السريعه خاصه من فيني وابراهيم دياز. وباش نعطوا كل حاجه حقها، بلولا رعونه ابراهيم دياز وفينيسيوس بلا كنا راح نشوفوا 4 اهداف او 5 اهداف في الشوط الاول. مع هذه رانا حايف المستوى تاع فينيسيوس في اخر المباريات. ومن جهه اخرى، افضل لاعبين بالنسبه لي في المباراه كان هاوسن وفالفيردي، وبرايش بالبطارج واصبح هو توازن الفريق، بيسك هذا اللاعب كل ما يشارك نشوفوا الفريق اكثر انسجام وتنظيم. وفي الشوط الثاني شفنا دخول الاشبال تاع كاسيا، الصراحه ما حسيناش الفرق بينهم وبين العناصر الاساسيه اللي كانت في الشوط الاول، يعني قدموا اداء محترم. ومسك الختام اللي قدمونا اردا جولر في نهايه المباراه، تسديده من خلف منتصف الملعب الى الشبكه مباشره، هدف كان عالمي 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 التركي. ريال مدريد اليوم فاز فقط بالنتيجه، فاز باداره المباراه والتسيير واعطاء الفرصه لاشبال كاستيا.